بسم الله الرحمن الرحيم. احنا داخلين دلوقتي على محطة الكار ووش اللي قلت لكم عليها، حاجة جميلة. بخش هنا في الدور لحد ما يجي دوري. انا عامل اشتراك، الاشتراك ده ب$20 في الشهر. اجي وقت ما انا عاوز بأي كم ما انا عاوزه. دي البطاقة بتاعة الاشتراك اهيت، كويس. او لو المرة الواحدة بتبتدي فيه ب$6، في ب$10. بخش على المكنة بتغسل العربية، وبعد كده بخش انا هنا هون على المكنسة. المكنسة بتعملها بنفسك يعني ببلاش، من ضمن ال$6 بتاعة الغسيل. فانت بتخش وتاخد المكنسة وتغسل تنظف عربيتك من جوه براحتك يعني. ما بتلاقيها في اماكن هوريها لكم لما نوصل عندها وهتشوفوها التنظيف بتاعها بيكون شكله ازاي. في هنا هو بيبقى في حد بيساعدك ان هو ينشف لك العربية. هي بتنشف جوه في المكنة، بس برضه بيبقى فيه بعض المية، ففي حد بره بيساعدك ان هو ينشف لك الشوية اللي بره. لكن من جوه دي مسؤوليتك انت، ان انت تعمل الفاكيوم اللي هو المكنسة بتاعت العربية، تمسح الطابلو، الكلام ده كله. دي كلها مسؤوليتك انت ندخل العربية. عاوز تعملها اعملها، مش عاوز تعملها توكل على الله وروح روح. فانا هنا مستني الدور، لان طبعا المكنة شغالة. حاجة جميلة وسريعة وما تاخدش منك وقت وما بتستناش. بتنظف عربيتك بسرعة ورخيصة جدا يعني مقارنة لو انا رحت المغسلة يدوي مش اقل من $20 بيغسلها لي من جوه ومن بره. طب انا ممكن اعملها، انا بدفع $20 في الشهر وباجي هنا 4 5 6 مرات، وقت وكل ما احب اغسلها باجي اغسلها، مفيش مشكلة. معايا الفوطة بتاعتي عشان انضف جوه، معايا الجلانس عشان امسح الازاز بتاعي. هي تعتبر تمرين يعني، ما هوش وفي نفس الوقت بتوفر فلوسك يعني. ما بدل ما اروح اعملها بره ب$20 وهي مرة واحدة وقاعد زي البي حاطط رجل على رجل بشرب قهوة ليليا، مش مستاهل الكلام ده كله. طب ما انا اجي هنا بال$20، اجي على مدار الشهر براحتي، وبعد كده انضفها انا من جوه. يعني هي ما هياش بيج ديل يعني. ما بتاخدش مني 5 دقايق وبنضف العربية براحتي. هنا بيقابلني واحد بوريه الكارت، بروح معلم على ازاز العربية ان انا مشترك عندهم، فبيعديني. ادي انتوا شايفين اهو بيحاسب العربية اللي قدامي، كويس. لان انت لو بتدفع بالمرة ب$6 في المرة، بيديك برضو كارت ليك 10 مرات، المرة ال11 بيديها لك ببلاش. فزي ما انتوا شايفين اهو، هو هيجي عليا دلوقتي واوري له الكارت وخلصت الحدوته على كده. حاجة سهلة وسريعة وكمان بيديني منديل المعطر علشان بعد ما انضف العربية من جوه اقدر ان انا اغسل عربيتي. بالاضافة ان في هنا هوت. هاي هاو ار يو؟ 294 basic. Yes. اوكي ثانك يو. Have a good night. جود نايت. زي ما انتم شايفين الموضوع بمنتهى السهولة، الراجل في منتهى الذوق، واداني انا هو ادي منديل معطر اهو مغلف عشان ابقى اعمل ايدي فيه، رغم ان في حنفية هنا اهوت ممكن استخدمها، وفي كمان مكنة اقدر احط الدواسات فيها تتغسل. كل ده فور فري ببلاش.
يعني بغسل الدواسات ببلاش، التنظيف من جوه ببلاش. انا هنخش دلوقتي على المكنه. طبعا مش هعرف اتكلم لان الصوت المكنه عالي جدا، لكن هخلي الفيديو شغال عشان تشوفوا الحركه بتاعت المكنه وهي بتغسل العربيه. لكن مش هقدر اتكلم لان الصوت هيبقى صعب جدا ان انتوا تسمعوه بوضوح. ولما نخرج من المكنه هوريكم بقى ازاي ان هي بتتنظف عن طريق المكانس اللي موجوده بره. طبعا في واحد بيساعد عشان العربيه تتحط على التراك بتاعها، ولو في اي عربيه استكت في النص ولا حاجه يقدر يوقف المكنه. يعني لازم يكون في واحد بيساعد، وزي ما انتم شايفين بيشاور. لازم تخلي بالك من حركه ايديه. تقريبا في حاجة وقف المكنة. زي ما قلت لكم لو في أي حاجة أو أي مشكلة في أي عربية من الطابور اللي بيعدي بيروح موقف المكنة على طول لحد ما العملية تبقى في أمان، علشان ما يحصلش أي تصادم بين أي عربية، لأن لو حصل أي تصادم دي هتكون مسؤولية المحطة وهيتحمل مسؤوليتها هو. كده هو انا بعدي. طبعا انتم شايفين العربيه اللي قدام مني واضحه ان هي في التنظيف بتاعها بتعدي على المراحل التنظيفيه بتاعتها من فوق ومن تحت ومن الجوانب والعجل.
مشهورة هنا في كاليفورنيا. واللي على الشمال ده الباركينج بتاعه، جامع كبير بيستوعب حوالي 500 مصلي. هنخش هنا بقى على مرحلة الفاكيوم، اللي هي مرحلة زي ما انتم شايفين عربيات كتيرة هيت. ادور على حتة اركن فيها. ادي واحد طالع اهو، هركن مكانه. عشان انضف العربية من جوه بقى بنفسي. هنا كل واحد زي ما انتم شايفين عمال ينظف عربيته من جوه. اللي على ايدنا اليمين ديت البنت اللي هي بتنشف من بره بس، لكن جوه ده مسؤوليتك انت. وادي العربية طلعت، انا بخش مكانه عشان انظف عربيتي. شايفين ادي كل واحد، ادي الخراطيم بتاعت الغسالة. ودي كانت رحلة الغسيل. كان معاكم محمد شحاتة، شكرا، إلى اللقاء في فيديو قادم.